بنستكمل أحداث مسلسلنا، ويون جين بياخد مامته علشان تكلم باباه على الإنترنت، وبعدها بيتمشوا سوا وبتقول له إنها عايزاه يشتري شقة في سيول لأنها سمعت إن الشقق هناك رخيصة. فبيقول لها أجيب فلوسها منين دي، وبيقول لها إنه عايز يرجع لسيول تاني ويبدأ من جديد. فبتقول له إنها بتثق فيه وبتشجعه. بيسافر يون جين وهو في القطر بيفتح شنطته، بيلاقي رسالة من أخوه بيعتذر له فيها، بيكون جايب له كاسيت صغير هدية. بعد مرور 5 شهور بيقدر يون جين يشتغل مراسل صحفي، وبيكون بيحاول ينقل خبر، لكن كل المراسلين في القنوات التانية أخدوا التليفونات كلها. فبيضطر يدخل محل قطط وكلاب يتكلم منه، وبيقدر ينقل الخبر، لكن القناة بتفصل الخط بعد ما بيظهر صوت الكلاب، وبتكون أم هايدونا هي المذيعة. بيتمشى يون جين وبيعدي على مكتبة، وبيلاقي إن الإصدار ال15 من فول هاوس نزل. بترجع هايدونا من البطولة، ومضيفة الطيران بترحب بيها. بتروح المدرسة وبتدي الشرايط لسيونج وان اللي بتسألها عن يون جين، فبتقول لها هايدونا إنها واثقة إنه هيرجع. وبتروح الفصل لأن عندهم امتحان. بتخلص الامتحان وبتروح لمركز التدريب الوطني، وبيكون عندها مباراة تدريبية مع هايدونا وبتفوز عليها. وبتسمع هايدونا المدرب وهو بيكلم يوريم، وبيقول لها ان هايدونا ما ينفعش تكسبها، وانها لازم تحافظ على الميدالية الذهبية، وانه هيدربها بالليل. وده بيزعل هايدونا جدا لان مفيش حد بيساعدها. بتدخل يوريم الأوضة وبتهبد الباب جامد، فهايدونا بتزعق لها وبتقول لها تراعي انها معاها في الأوضة، لكن يوريم بتتعصب وبتقول لها انها من وقت ما ظهرت والمدرب بيزعق لها. بترد عليها هايدونا وبتقول لها لو عايزاه ما يزعقش تاني اكسبيني. وبيتخانقوا الاتنين سوا وبيمسكوا في شعور بعض. قناة UBS بتكون هتغطي احداث بطولة المبارزة، ويون جين بيقع عليه الاختيار كمراسل في البطولة. وام هايدونا بتروح تقنع المدربة تشاي من انها تكون معلقة على المباريات. يون جين بيكون في وسط مظاهرات علشان يساعد في نقل الاخبار، لكنه بيشوف هايدونا وسط الناس بيجري علشان يلحقها، وبيقع منه الاصدار ال15 من فول هاوس. هايدونا بتشوفه وبتنادي عليه، وبتكون ماسكة قصة فول هاوس اللي وقعت منه. بيقول لها انه حاول يتصل بيها كتير، لكنها بتقول له ان مامتها غيرت جهاز النداء بتاعها. بيقول لها انه كان عايز يديها القصة، وبيعرف انها لسه ما قرتهاش ومستنياه يرجع. بتعرف هايدونا انه اشتغل مراسل صحفي وبتفرح جدا، وبتقول له تعالى معايا علشان هعرفك على شخص مهم جدا في حياتي. بيروح معاها للمطعم وبتعرفه على شخص، وبتقول له ده حبيبي. بيسلم عليه يون جين وبيقول له انت لاعب في الفريق الوطني انا عارفك. فبتقول له ده زميلي. وبيضحك يون جين على طريقتهم مع بعض، وبيسألهم هي العلاقة دي بقالها قد ايه بالظبط. بيقولوا له 3 ايام. فبيضحك اكتر. بيمشي زميلها وبيقول لها يون جين انه فرحان جدا انه شافها اخيرا بعد الفتره دي كلها، وهي بتقول له انها كانت خايفه ما تشوفوش تاني. فبيقول لها ان رسائلها ودعمها ليه هي اللي شجعته وخلته ياخد الخطوه دي. وبتتفاجئ انه شغال في قناه UBS، لكنها ما بتقولهوش حاجه. بتبدا بطوله المبارزه، وبيوصل يون جين لمكان المباريات، وبتكون هايدونا بتلعب مباراه نصف النهائي وبتقدر تفوز فيها، وبكده هتقابل يوريم في النهائي. بيروح لها المدرب ويهنيها، فبتقول له انها عارفه انه بيشجع يوريم. بتقابل يوريم في الطرقه، بتقول لها انها وصلت لحلمها وهيكمل بالفوز عليها. بتقول لها يوريم انت معجبه بيا فتعلمي مني بقى في المباراه. وبيكون في واحد هيخبط يوريم. بتشدها هايدونا وبتقول لها لا انا عايزاكي سليمه علشان اعرف اتعلم منك، وبتسيبها وتمشي. بيقدم يون جين تقرير عن المباراه، وبيخرج وبيلاقي واحد اجنبي بيساله عن مطعم كويس. بيعرفه المطعم وبيروح معاه، وبتكون في واحده شايله ابنها على شنطه ظهر، فبتعجبه الفكره. في يوم المباراه وقت التسخين بتكتشف هايدونا ان الشنطه بتاعتها اتبدلت مع شنطه لاعبه اليابان اللي كانت بتلعبها، وسيفها بيكون في الشنطه. بيعرفوا مكان اللاعبه وانها بره المدينه، وبيقنعها المدرب انها تلعب باي سيف، لكنها مش بتوافق. بتتواصل مع اللاعبه اليابانيه وبتخليها تستناها، وبتتحرك علشان تروح لها. بتوصل لها وبتاخد السيف، وبتركب القطر علشان ترجع، وبتبلغ المدرب انها راجعه، لكن الموبايل بيفصل شحن والقطر بيتعطل. يون جين بيكون بيعمل لقاء صحفي مع يوريم، وبيعرف من المدرب ان هايدونا راجعه في القطر، وبيعرف ان القطر اتعطل، فبيجري بعربيته علشان يجيبها لمكان المباراه. بيروح للمكان اللي اتعطل فيه القطر وبياخد هايدونا، لكن الطريق بيكون مقفول وهم راجعين. بيبلغ الشرطه انه معاه لاعبه الفريق الوطني، فبيفتحوا له الطريق. بتشكره هايدونا وبيقول لها ده انا اللي عايز اشكرك على دعمك وتشجيعك ليا. وبتساله هتشجع مين؟ بيقول لها اكيد يوريم لان ما عندهاش حبيب. بتقول له انا خلاص انفصلت عنه. وبيقدروا يوصلوا لمكان البطوله، وبيقول لها هتلعبي كويس. بتقول له لا انا هفوز. بتبدا المباراه النهائيه، وبتفتكر هايدونا والدها، وده بيأثر عليها في بدايه المباراه، وبتفقد نقط كتير. وبيكون الطلبه في المدرسه عاملين مراهنه على مين اللي هتكسب، وبيراهن جي وونج بكل فلوسه على يوريم. بيشوف يون جين حكم المباراه، وبيكون هو نفس الاجنبي اللي وداه للمطعم. بترجع هايدونا وبتفتكر والدها وان هو اللي علمها المبارزه وكان بيشجعها، وانها حتى لما سافرت فتره صغيره لفرنسا كان بيوديها النادي هناك علشان تتعلم. وبترجع هايدونا للمباراه من جديد، وبتشجعها المدربه من المدرجات من خلال تعليقها، وبتوصل النتيجه لتعادل 14 مقابل 14، وبتكون المدربه فخوره بيها جدا. وبتقدر هايدونا تفوز
بتفوز باخر نقطة وتاخد الميدالية الذهبية، ويونجين بيكون فرحان بيها، لكن يوريم بتعترض على قرار الحكم وبتحاول تثبت انها الاحق بالفوز، لكن الحكم بيأكد فوز هايدونا. بتعمل هايدونا لقاء صحفي وبيسألها يونجين افتكرتي ايه لما كسبتي؟ بتقول له بابا لانه الوحيد اللي كان بيشجعني. بتعرف هايدونا ان بنتها كسبت وبتسأل المحللين عن قرار الحكم اذا كان صح ولا غلط، فبيقولوا لها مش عارفين، وانهم كانوا بيتمنوا ان يوريم هي اللي تكسب لانها بطلة كوريا وعلشان هي جميلة. بيبدأ المؤتمر الصحفي ويوريم بتقول ان قرار الحكم كان خاطئ وانها الاحق بالفوز. بتتضايق هايدونا جدا وبتعترض على كلامها وبتقول لها انها كانت الاسرع علشان كده الحكم حسب لها النقطة. بيسألها صحفي اذا كانت تعرف الحكم قبل كده، بتتضايق وبتأكد انها فازت بمجهودها. بتسيب الميدالية على الترابيزة وبتمشي. بتخرج يوريم وراها وبتقول لها بطلي بقى تمثيل، لكن هايدونا بتقول لها انت عارفة ان انا صح والكل بيدعمك، الجماهير والاتحاد والمدرب، وانا هزمت كل دول. وبتقول لها انها سرقت حلمها لانها اعترضت على الحكم وقت فوزها. بتمشي هايدونا وبتسيب الفندق وبتقعد في الشارع لوحدها، وبعدين بتروح الصيدلية تشتري مهدئ، لكن بتشوف مامتها في التلفزيون وهي بتقول ان الجماهير معترضة على فوز هايدونا وان قرار الحكم كان خاطئ. بتمشي وبتنسى موبايلها. يونجين بيكون زعلان جدا على اللي حصل لها وانقلاب الجماهير عليها. بتفتكر موبايلها فبترن عليه. بيرد عليها يونجين وبيعرف مكانها ويروح لها، وبتعرف منه انه رن عليها وراح اخد الموبايل من الصيدلية، وبيقول لها ان الهروب مش هينفعها وانها غلطت لما سابت الميدالية ومشت. بتسيبه وبتمشي. بيجري وراها ويقنعها انها ترجع تاني لمركز الفريق الوطني، وبيروح للفندق علشان يعمل لقاء مع الحكم، لكن الحكم بيرفض. بترجع هايدونا لمركز الفريق الوطني، لكن المدرب بيطردها هي ويوريم. بتخرج وبتركب القطر وبتكون خايفة حد يتعرف عليها. بيلحق يونجين الحكم في المطار وبياخد له شنطة اطفال هدية زي اللي عجبته، وبينجح في انه يعمل معاه لقاء صحفي. وبيقول الحكم انه بيتم تكليف الحكام قبل المباراة بيوم وبيكون من بلد مختلف، وان في لحظات الانفعال ممكن تحس اللاعبة انها هي اللي لمست منافستها الاول، لكن الحكم بيكون قريب وهو اللي بيقدر يحدد مين الاسرع. بتقابل يوريم جي يونج اللي بيديها ميدالية لونها ذهبي وبيحاول يغير مودها. وبتروح هايدونا المطعم وبتلاقي مامتها بتذيع تقرير يونجين. بتعيط والناس بيتعرفوا عليها وبيحاولوا يهونوا عليها وبيهنوها على فوزها بالبطولة. بعدها بتروح للمدرسة علشان تنام في المخبأ السري علشان ما تشوفش مامتها، لكن الحارس بيقفل الباب عليها من بره. بتتصل بيونجين علشان يلحقها وبتقول له ان المفتاح مع سيونج وان. بيكلمها وبيتقابلوا قدام المدرسة. بيحاولوا يدخلوا من غير ما حد يشوفهم وبينجحوا يدخلوا وبيفتحوا لها الباب. اللحظة دي بتكون بتسمع في الشرايط عن حب يونجين القديم. تاني يوم بتروح المكتبة علشان تعرف شكل الاكس القديمة بتاعته، وبتكون متضايقة جدا وبتطلع غضبها في الاكل. بيشتري يونجين لحمة لمامة يوريم علشان المطعم وبيشكرها على الاكل اللي كانت بتبعته له. بتيجي يوريم وبتكون متضايقة منه فبيصالحها بالحلوى اللي بتحبها وبياكلوا سوا، وبيقول لها ان هايدونا مسكينة وان الكل واقف ضدها، فبتقول له انها ما كانتش تقصد ان كل ده يحصل. بعدها بيقول لها انه هينقل سكنه فبتروح علشان تساعده. مامة سيونج وان بتقول لبنتها والجي يونج ان يونجين هيرجع لاوضته. بيتضايقوا الاتنين وبيروحوا يشربوا عصير. بتعدي عليهم هايدونا وبيقولوا لها الخبر، فبتقول لهم انهم لازم يروحوا علشان يساعدوه. بيروحوا للبيت وبيدوا له مناديل هديه وبيلاقوا يوريم معاه. بتروح لها هايدونا وبتقول لها هتمشي انت ولا امشي انا؟ بتقول لها يوريم انا مش ماشيه. فبتقول لها هايدونا وانا كمان. بيدخلوا يرتبوا الاوضه وبتكون في حرب بارده بينهم هما الاتنين، وبتلاقي هايدونا صوره ليه هو وصديقته، فبتقول لهم يوريم انها كانت حبيبته لفتره طويله. بعدها بيلاقي جي يونج جهاز لتمرين الدراع بيحاول يستخدمه لكنه ما بيعرفش. بتاخده هايدونا وبتتمرن بيه وبيكونوا مبهورين بيها. بيدخل يونجين بيطير منها الجهاز وبيكسر ازاز الشباك. بيزعق لهم يونجين وبيروح يشيل هايدونا علشان ما تتعورش. بتروح هايدونا البيت ومامتها بتقول لها انها كبرت ولازم تفكر بعقلانيه شويه، وبتكلمها عن سلوكها في المؤتمر الصحفي وانه كان غير مناسب. لكن هايدونا بتكون زعلانه منها وانها قالت ان الميداليه الذهبيه اتسرقت من يوريم، لكن امها بتقول لها انها مذيعه ولازم تفصل حياتها الشخصيه عن العمل. بتتضايق هايدونا وبتقول لها كل واحد يخليه في شغله وما تتدخليش في حياتي، وبتدخل اوضتها. بتروح امها تشوف الميداليه اللي اديتها لها المدربه، وبتكون المدربه قالت لها انت خنتي هايدونا زي ما عملت معايا زمان واتهمتيني بالرشوه. تاني يوم بتروح هايدونا ويوريم الجلسه التأديبيه وبتوقفوا لمده 3 شهور. وبتسمع هايدونا موظفه الاتحاد بتقول ليوريم انهم بيدعموها، ويوريم بتقول لها انها محتاجه تاخد قرض مالي لان بيتهم بيمر بازمه ماليه، فبتقول لها هحاول. بعدها بتشوف هايدونا يوريم وهي قاعده على حمام السباحه، وبعدها بتنط. بتتخض وبتكون خايفه عليها لحد ما بتشوفها بتطلع وبتصوت بصوت عالي. بترجع هايدونا للبيت وبتتكلم مع انجلومي وبيتفقوا انهم يتقابلوا وكل واحده تجيب ورده صفرا علشان يعرفوا بعض. المدربه بتقابل هايدونا ويوريم وبتعرف منهم انهم اتوقفوا 3 شهور، وبتقول لهم يتدربوا في المدرسه لان كده الاتحاد عايزهم يشاركوا في البطوله الجايه. وبعدها بتسال هايدونا عن
علاقتها بيون جين، فبتقول لها انها تعرفه قبل ما يكون مراسل صحفي، وبتنصحها المدربة انها ما تقربش من اي حد ليه علاقة بالاعلام. بتقابل يوريم جي يونج عند مطعمهم اللي بيكون مقفول بسبب المشاكل المادية، وبتقول له انها كانت عايزة تكلمه لانها مخنوقة وهو بينسيها همومها. وبتروح ليون جين تاني يوم تاخد منه الكاميرا وبيسألها عن السبب، فبتقول له عندي ميعاد مهم مع حد اتعرفت عليه من الانترنت، بيقول لها انه هيروح معاها وما بيكونش مقتنع انها تقابل حد غريب. بتعدي هايدونا على محل الورد وبتجيب وردة صفرة، بتكون يوريم واقفة في الحديقة معاها الوردة ويون جين بعيد عنها، وفجأة بتلاقي هايدونا داخلة عليها بالوردة الصفرة وبتعرف انها هي اللي بتكلمها. بترمي الوردة ليون جين وبتجري قبل ما تشوفها. بتشوف هايدونا يون جين وهو معاه الوردة وبتفتكر ان هو انجلومي وبتكون مبسوطة قوي، وهو بيكون واقف متلخبط ومش عارف يعمل ايه، وبتقول له اننا مكتوبين لبعض، لكنه بيقول لها انه مش انجلومي. بتفتكر انه بيقول لها كده لانه ما كانش مستنيها هي، لكن يوريم بتشاور له، فبيقول لها انه اشترى الوردة دي علشان عنده ميعاد. فهايدونا بترمي الوردة وتجري تروح على البيت، وبتلاقي رسالة من انجلومي بتعتذر فيها انها حصل لها ظروف ومعرفتش تيجي. يوريم بتأنب نفسها انها معرفتهاش المدة دي كلها وقد ايه هي غبية. وعلى الجانب التاني هايدونا بتهزأ نفسها على الكلام اللي قالته ليون جين. فجأة بتلاقي مامتها بتنزل لها الميدالية بتاعتها وبتقول لها ان هي شخصيا عارفة انها تستحقها، وبتطلب منها تفهم طبيعة شغلها. يوريم بتروح الصبح ليون جين وبتقول له انها مش قادرة تنام من التفكير، وبتسأله لو قال الحقيقة لهايدونا، لكنه بيقول لها لسه، لكن مش هكدب عليها كتير. بتقول له انها مش عارفة تقول لهايدونا ازاي، خصوصا انها كانت سيئة جدا في معاملتها. وبتشوف هايدونا جاية فبتستخبى، وهايدونا بتشوف يون جين فبتتجاهله وتمشي. بعدها يوريم ما بتكونش عارفة تتعامل معاها ازاي، وبتناولها ازازة ملمع السيف وبتستغرب هايدونا منها. بتقرر المدربة تاخد الفريق وتروح لمطعم ام يوريم بعد اعادة افتتاحه دعما ليها. بترحب بيهم مامتها وبتشوف هايدونا بتاخدها بالحضن وبتبارك لها على الفوز بالميدالية الذهبية. بتقرر قناة UBS تعمل حلقات تلفزيونية لنشر رياضة المبارزة، وبتكلف يون جين بالعمل ده. في خلال تدريب هايدونا بتكتشف وجود يون جين اللي بيقول لها انه هيصورها هي ويوريم في حلقات خاصة عن المبارزة، لكنها بترفض وبتقول له ان علاقتها بيوريم سيئة والحلقات دي هتكون تمثيل. فبيقول لها هنصور ولو ما عجبتكيش هنمسحها خالص. وبيسألها في اخر التدريب عن تجاهلها ليه. بتقول له عن الكلام اللي قالته له في الحديقة، وانها مش عارفة مسمى علاقتهم ايه، وانها بتحس بالنقص تجاهه لانه اذكى منها وفي نفس الوقت هي معجبة بيه. بيعدي يون جين على مدرس في المدرسة وبيديله تصريح التسجيل، وبيشوف بالصدفة ترتيب هايدونا وبتكون ال 320، وبيقول في نفسه انها بتفكر وبتقلق من كل حاجة الا درجاتها. بتظهر النتائج وبتكون يوريم ال 321 وجي يونج ال 322 والاخير، وبتقول له انها فرحانة جدا انها مش الاخيرة. بالليل يون جين وهو مروح بيتصل بيه مديره وبيقول له انه لازم ينقل الخبر بسرعة على التليفون. بيجري علشان يروح. بتشوفه هايدونا وبتقترح عليه يتكلم من تليفون بيتهم. بينقل الخبر وبيشكرها وبتسأله عن علاقتهم. بيمسك ايدها ولسه هيتكلم بتدخل مامتها، وبيتفاجئ يون جين انها مذيعة الاخبار. بتسألهم هم يعرفوا بعض من امتى وازاي، وبتسأله عن مقابلته مع الحكم وهل عمل كده علشان هايدونا، فبيأكد لها انه عمل كده علشان شغله وبس. فبتنصحه انه الافضل ليه يشوف رياضة تانية يغطيها علشان شغله ما يتعارضش مع حياته الشخصية، وبتطلب منه ما يعرفش حد انها ام هايدونا. بتتضايق هايدونا وبتقول لها كل كلامك عن الشغل مش كلام ام وبنتها خالص. بيمشي يون جين وهو بيفكر في كلام ام هايدونا. تاني يوم في المدرسة بتسمع يوريم بنتين بيتكلموا عنها وانها فقيرة وممكن تكون اعترضت على الحكم في البطولة لانها محتاجة فلوس وانها ظلمت هايدونا. وبتكون هايدونا في الحمام بتخرج وتزعق معاهم وبتضربهم، وبتكون في واحدة هتضربها لكن يوريم بتمنعها. بتمشي يوريم ورا هايدونا وبتقول لها انت بتعملي معايا كده ليه، وبتعيط. لكن هايدونا ما بتكونش فاهمة فيه ايه، فبتقول لها يوريم انها انجلومي وبتتأسف لها على كل اللي عملته معاها، وهايدونا بتسامحها وبيحضنوا بعض ويعيطوا. بيبدأ التصوير وبتقع يوريم، فبتجري هايدونا تطمن عليها، ويون جين بيكون مستغرب والجو بيكون حر، فبيقفوا جنب بعض قدام المروحة وبعد كده بيروحوا ياكلوا سوا ويضحكوا. فيون جين بيوقف التصوير ويقول لهم اذا كانوا بيمثلوا، وبيعرف انهم عرفوا حقيقة بعض. وهايدونا بتزعل منه لانه كذب عليها وبيقول لها ان يوريم السبب، فبيكملوا اكل سوا. بتروح هايدونا تاني يوم لقناة UBS وبتعمل مقابلة مع يون جين اللي بيقول لها ايه الحلاوة دي، وبعدها بتروح القاعة ليوريم علشان يعرضوا مهاراتهم. فبيطلب منهم المنتج يعملوا حركة خطيرة لكن بتتلوي رجل هايدونا وبتتصاب، وبيعرف يون جين وبيتخانق مع المنتج. بيشيل هايدونا ويوديها المستشفى وبيكون خايف عليها، وبتقول له انها بخير وبتسأله هيكون في مشكلة مع المنتج، فبيقول لها مش مهم، المهم انك تكوني بخير. وهم مروحين بتشوف قوس قزح فبتطلب منه يقف وبينزلوا، وبيقول لها انه قابل الحكم علشانها وبيعترف لها بحبه. وبالليل يوريم بتكلم هايدونا تطمن عليها، بتقول لها انها كويسة ودي مجرد كدمة، وبتكون هايدونا فرحانة
فرحانة بسؤالها واهتمامها، وكمان بتكون فرحانة بوجود يون جن في حياتها وإنها بقى عندها حد بيحبها ويهتم بيها. بيراجع يون جن التسجيل وبيعرف إن البنات نفسهم يطلعوا رحلة. بيتقابل جي يونج ويوريم وبيتمشوا سوا وبيطلب منها يخرجوا في موعد وبتوافق. بيقابلوا سيونج وان اللي بتكون واخدة حاجات مودياها المدرسة وبيروحوا معاها ويساعدوها، لكنهم بيسمعوا أصوات غريبة وبيكتشفوا إن في طلاب مدرسة تانية بيسرقوا مخدات المدرسة وبينجحوا إنهم يوقفوهم. تاني يوم جي يونج بيرجع المخدات للطلاب مقابل وجبات، وبيجي المدرس ويزعق له ويضربه لأنه دخل المدرسة بالليل، لكن بتوقفه سيونج وان وبتقول له إنها السبب لأنها نسيت كتابها وجابته معاها بالليل علشان تجيب الكتاب. سيونج وان بتكون زعلانة جدا وبتتكلم في برنامجها الإذاعي إن الضرب اتمنع في المدارس وكده مفيش فرق بين المدرسة والسجن. بيكون أخو يون جن بيسمعها وبتدخل مامته عليه وبتقول له إن أخوها هيزورهم الأسبوع الجاي. يون جن بيقول للمدربة إنه هياخد يوريم وهيدونا في رحلة مدرسية على الشاطئ علشان يصورهم على طبيعتهم بره المدرسة وخارج التدريبات. المدربة بتوافق لكنها بتعتذر إنها مش هتقدر تيجي، وبيكونوا فرحانين جدا وبيقرروا ياخدوا سيونج وان وجي يونج معاهم. بيحاولوا يقنعوا يون جن اللي بيرفض، لكن بعد رشوة سيونج وان ليه بالأكل بيوافق. بيجهزوا كلهم للرحلة وبيلبسوا أحدث موضة وبيركبوا العربية وينطلقوا. بياخدهم يون جن لبيت خاله وبتقابلهم أمه وبتسلم على يوريم اللي بتعرفها على هايدونا. أخو يون جن بيتعرف على سيونج وان من صوتها لأنه من المعجبين ببرنامجها الإذاعي. بينزلوا المية وبيصورهم يون جن وبعدها بيطلعوا ياخدوه من على الشط ويرموه في المية. بيخلصوا وبيطلب منهم يون جن يعملوا الأكل لكنهم بيبوظوا الدنيا خالص. هايدونا بتغسل الخضار بالصابون ويوريم بتعجن الرز وجي يونج بيشوي على الطاسة. بيقعدوا مع بعض وبيتكلموا عن حياتهم الشخصية وكل واحد بيحكي عن أهله، وبعدين بيولعوا شموع على الشاطئ وبيلعبوا ويضحكوا سوا.